هكلمكم دلوقتي عن بطولة كأس العالم للأندية اللي اتلعبت بالفعل يوم الثلاث اللي فات، وافتتحت بمباراة الاتحاد السعودي صاحب الأرض. تعرفين طبعا السعودية هي مستضيفة البطولة السنة دي، وأوكلاند سيتي، وانتهت بفوز الاتحاد السعودي 3-0. الجولة التانية هتتلعب من أول بكرة. فريق ليون هيلاعب فريق أوراوا بكرة الساعة 4:30 مساء. المباراة التانية النادي الأهلي هيلاعب نادي الاتحاد السعودي بكرة الساعة 8 مساء. في فرقتين متأهلين إلزاميا قبل نهائي البطولة، وهما فرقتين: فريق فلومنسي البرازيلي وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي. الاتنين دول متأهلين إلزاميا لدور نصف النهائي. كده هما بيبتدوا اللعب من هذا الدور. طبعا لسه ما تحددش مين هيلاعب الفرقتين في دور نصف النهائي. إن كان فلومنسي يبقى الدور نصف النهائي هيتلعب يوم الاثنين 18/12 الساعة 8 مساء. هيبقى بين فلومنسي البرازيلي وفريق لسه متحددش، هيتحدد لاحقا. والمباراة التانية في نفس الدور هيبقى يوم الثلاث 19/12 الساعة 8 مساء، ودي هتبقى بين فريق لسه متحددش وفريق مانشستر سيتي. مباراة تحديد المركز الثالث هتبقى يوم الجمعة 22/12 الساعة 4:30 مساء، ومباراة النهائي هتتلعب يوم الجمعة 22/12 الساعة 8 مساء. قولوا لنا كده في التعليقات ترشحوا مين يكسب بكرة في المباراتين اللي هتتلعب بكرة. أول مباراة بكرة هتبقى بين فريق ليون المكسيكي وفريق أوروا الياباني. قولوا لنا كده ترشحوا مين يكسب في هذه المباراة. والمباراة التانية هتبقى بين النادي الأهلي المصري والنادي الاتحاد السعودي. قولوا لنا كده ترشحوا مين برضو هيكسب في المباراة دي كمان. خلاص، مستني تعليقاتكم وتفاعلكم على الفيديو. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة وقطع زر الجرس عشان كل جديد يوصلكم.